السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد. جيت نشارك معكم اليوم روتين من روتيناتي اليومية، وحبيت أولا نشارك معكم طريقة أو حيلة من الحيل اللي نستعملها باش نربح الوقت ونربح أيضا الجهد في ترتيب المنزل. الحيلة هذه هي لو غران باني، هذا اللي كل ما تكون الدنيا مكركبة عندي توجور نجبدو نحط فيه كل الحاجة، كل الكراكيب الموجودة عندي في لابياس هذيك نحطها لداخل، نجمعها بطريقة عشوائية، ما نحاولش ننظم، نحطها فيه وفقط جوست باش نبدا نغونجي لابياس هذيك. كيما هنا راني نغونجي في لو صالون، نحط فيه كل حاجة، ابري نعاود نولي ليه ونفرز او نجمع كل حاجة في بلاصتها. فوالا، نتمنى انه الحيلة هذه تكون فادتكم. رايحة نخليكم تشوفوا الروتين الصباحي تاعي اللي ان شاء الله تديو منه طاقة ايجابية. ورايحة نحكي معاكم في موضوع السلام الداخلي. كاين بزاف ناس تقول أنا مانيش مرتاحة في حياتي، أنا حابة نعيش مرتاحة في حياتي، أنا مانيش هانية في حياتي، أنا حابة نعيش هانية في حياتي وحابة نعيش بسلام، حابة نبعد عن المشاكل. رايحة نعطيك 3 نقاط باش تحققي سلامك الداخلي وباش تعيشي بسلام. النقطة الأولى هي الجانب الروحاني أو سند الظهر تاعك اللي هو الدين تاعك اللي هو الله عز وجل. الجانب الروحاني تاعك إذا كان غير مشبع، حتقولي كيفاش مشبع أو غير مشبع؟ يعني أنك ما كتصليش، ما كتزكيش، النميمة جزء لا يتجزأ من حياتك، حياة الناس شغلك الشاغل، الكلام في عروض الناس هو شغلك الشاغل، صلاتك ما تصليهاش في الوقت تاعها. هادو كلهم راحين يسببوا لك فقر في الجانب الروحاني تاعك. وإذا كان الجانب الروحاني تاعك يفتقر للأشياء هذه، صدقيني بأنه السند تاعك، يعني كل ما تكون قنطانة ولا تكون ما كيش مليحة، ولا السند اللي تسندي عليه الظهر تاعك غير موجود، أكيد مؤكد أنك ما راحش تحسي بالراحة النفسية في حياتك، وما راحش تعيشي بسلام، وما راحش تعرفي أصلا أنك تفكري. هذه النقطة الأولى اللي نصحك أنك تقومي بالمعالجة تاعها. حتى لو تكوني ما تعرفيش، اقراي، بحثي، حوسي، راح تلقاي حلول باش تحدي من الأشياء هادو السلبية اللي تسبب لك سلبية في الحياة تاعك. قبل ما نروح لكم للنقطة الثانية، راح نهضر لكم على الكوان هذا اللي عاودت أميناجيته بأشياء بسيطة غير مكلفة، والنتيجة خرجت ولا أروع. بالنسبة لبتيت ميزونات هادو كنت شريتهم من أكسيون، يتباعوا 3 مع بعضهم. لي بلانت أيضا شريتهم من أكسيون. لي دو شاز هادو كنت شريتهم من نوز. الفانوس هذاك كنت شريته من جيفي. ولا بتيت تابل هذيك لا تابل دو كوان وحاملة الشموع كنت شريتهم من كازا. نخليكم على الفيديو ونروحوا لتاني نقطة، كيفاش نحققوا السلام الداخلي. تاني نقطة هي التوقف عن جلد الذات. كيفاش توقفي عن جلد ذاتك؟ يعني الأخطاء اللي ارتكبتيها في الماضي تاعك أو أي خطأ ارتكبتيه في حياتك ما تعوديش تولي ليه وتجلدي ذاتك عليه. لو كان ديرت، لو كان فعلت، لو كان ما صراتش، لو كان هي كانت كاتبة أنها تعدي بالطريقة هذيك. الحاجة الإيجابية المليحة
انك تعلمتي من الخطأ تاعك، انك ديتي الحاجة هذيك عبرة وتبعتيها في الحياة تاعك. سامحي الذات تاعك، سامحي النفس تاعك. كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. سامحي الذات تاعك على الأخطاء اللي ارتكبتيها في الماضي. ما تعوديش تولي في الماضي. كما كنقولوا اللي فات مات. صدقيني انك كي تسامحي الذات تاعك راح تحققي جزء ايضا من السلام الداخلي. احنا ما ناش مثاليين، لسنا مثاليون. نحن بشر ونغلطوا. الحاجة المليحة ان نتعلموا من الاخطاء تاعنا. نهار توقفي عن جلد ذاتك صدقيني باللي رايحة بهذا ايضا تحققي نسبة كبيرة من السلام الداخلي. يعني انك تسامحي النفس تاعك والذات تاعك وتصالحي مع نفسك. ثالث حاجة هي انك ثالث نقطة باش تحققي بها السلام الداخلي هي انك تغربلي الناس من حياتك. الناس اللي راهي تسبب لك قلق وتوتر في الحياة تاعك تجنبيها، غرب ليها من الحياة تاعك. الناس اللي راهي تجيب لك السلبية في الحياة تاعك، الناس اللي كل ما تهضري معاها تحسي روحك ما كيش مليحة، الناس اللي تهضري معاها ما تحسيش بالطمأنينة، هذيك الناس لازمك تغرب ليها من الحياة تاعك. الأصدقاء اللي يجيبوا لك التوتر في الحياة تاعك ما عندك ما تديري بهم، غرب ليهم. كما يقول لك ناقص واحد ناقص مشكل. كل ما تنقصي الناس من حياتك صدقيني راح تعيشي بسلام. أباغ العائلة، الفاميليا ما نصحكش انك تغرب ليها او تنحيها من حياتك، ولكن نصحك انك ما تحكيش كل اسرارك او ما تحكيش مع الفاميليا تاعك او من العائلة تاعك في الاشياء اللي تجيك منها مشاكل، اللي حسيتي انك كل ما تحكي في السوجي هذاك يجيك منه مشاكل. حاولي انك ما تحكيش فيه. حاولي انك تختصري في الكلام تاعك، تهضري في حوايج اللي ما يجيبولكش مشاكل مع العائله. لكن ما نصحكش انك تقطعي صله الرحم. ولكن الاصدقاء تاعك اللي ما لهمش نفعه او ما لهمش يعني دور في الحياه تاعك غير السلبيه والطاقه السلبيه، انا نقول لك غرب لي من حياتك، غرب لي، صفي من حياتك. صدقيني راح تعيشي بسلام. نتمنى ان السوجي هذا تاع اليوم يكون فاتكم، ونتمنى انكم تطبقوه في الحياة تاعكم. وهنا بعد ما كملت شغل البيت توجهت للمطبخ باش نحضر وجبة الغداء. راح نشارك معكم اليوم وصفة الكانيلوني على طريقتي الخاصة. هنا كما راكم تلاحظوا استعملت زوج مقالي. الأولى راح نحضر فيها لا فيونداشي، والثانية راح نحضر فيها لاصوص طوماط. بالنسبة لزيبيس حطيت الفلفل الأسود، الكركم، الفلفل الأحمر الحلو والملح. لي زيبيس اللي استعملت مع اللحم ومع الطماطم هما نفس لي زيبيس. حطيت شوية توم أيضا، وحطيت شوية تاع الرند، 2 وريقات رند، ونخليهم يتقلاو. نحرك من حين إلى آخر ونضيف الماء إلى كان نشفت.
بالنسبه لكميه البصل اللي استعملت 2 حبات بصل من الحجم الكبير، يعني حطيت بصله في كل مقلاة. وهنا ضفت ملعقه صغيره من الطماطم المصبره في المقلاة اللي راح نحط فيها لا فيوند هاشي. وراح نزيد لها شويه من الطماطم المبروشه او طماطم المسكرفجه، انا كانت عندي هنا الجاهزه. نحطو حوالي ملعقه كبيره في في المقلاة اللي راح نحط فيها اللحم المفروم. وباقي الكميه راح نحطها في المقلاة الثانيه بما اني راح نحضر لاصوص طوماط. وهنا زدت الثوم في المقلتين في زوج. بعد ما طبت لي وتقلات لي مليح زدت لا فيوند هاشي. لا فيوند هاشي هنا انا استعملت حوالي 500 غرام من الفيوند هاشي. كل وحده تستعمل الكميه اللي عندها. تقدر تستعمل 200 غرام 300 غرام انتي والكميه اللي عندك. وهنا راح نحضر لاصوص بيشاميل اللي راح نغطي بها الطبق تاعي، اللي استعملت فيها 150 غرام من الزبدة و150 غرام من الفارينة. أنا هنا استعملت حطيت عيني ميزاني. فوالا نخليو الزبدة تذوب ونضيفو عليها الفارينة. بعد ما تذوب نضيفو عليها الفارينة ونخليوها تتقلى حتى تدي لون ذهبي. أنا هنا مع التصوير يعني قريب تحرقت لي، ولكن أنقذتها في الدقيقة 90 وصدقوني اللوغو تاعها جا ولا اروع. في الاخير نزيد عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح. ولا صوص بيشاميل تاعي راهي جاهزه. هنا جبت البلاطو اللي راح يدخل الفرن وحطيت فيه لاباط تاع الكانيلون لي تاعي باش قيست شحال نحتاج من حبه في الاول. وهنا بالاستعانة بملعقة صغيرة اسيت نحط لا فيوند هاشي، ولكن بعد كملت بالاصبع باليدين تاعي. باليدين تاعكم احسن هنا من اجل التصوير، يعني كاين ناس ما تحبش، ولكن بعد كملت باليدين تاعي. هنا في القاعدة في البلاطو حطيت شوية من لاصوص طوماط وزدت عليها شوية من لا بيشاميل لاصوص بيشاميل وخلطتهم. ابخي نحط الكانيلوني تاعي ونزيد عليه لا بيشاميل ولا صوص طوماط اللي بقات لي من الفوق نخلطهم. كاينين اللي يديروا غير لاصوص بيشاميل، انا نخلط لاصوص طوماط ولا بيشاميل قلت لكم على طريقتي كتجي ولا اروع. بالنسبه للفرماج اللي حطيت الليمونتال وحطيت البارميزون. فوالا ونحطوها في الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. أنا دات لي 30 دقيقة في الفرن وشهية طيبة. وبهذا حبيباتي نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أنه الفيديو تاعي اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم. إلى عجبتكم نيزيتي با تبارطاجيوها وديروا لي لايك. مع السلامة.